تتعلم منها. البنت كانت رايحه تعمل موضوع السوشيال ميديا ده بهدف الفلوس عشان تساعد اهلها، صحيح. مش بهدف لا شهره ولا بتاع، لحد ما وصلت للسجن. وبعدين انت شفتي كتير في الايام اللي فاتت بنات ماتت وانتحرت بسبب اللي هم بتوع الجامعات اللي كنا بنسمع عنهم. ان واحده هددت واحده بابتزاز صورها، للاسف. ووصلوا لمرحله اللي في والبنات انتحرت ما هي خايفه من الفضيحه. شفتي؟ فالمسلسل ده بالنسبه لي يعني كان عاجبني قوي فكرته وكتابته، لانه بيمس حاجه خطيره، لان الواحد قلبه بيتقطع ما يلاقي بنات لسه صغيرين فخايفين من ضغط المجتمع يقوموا ينتحروا. فدي حاجه. كمان عجبني قوي مسار اجباري. في يعني شوفي احنا قعدنا جيل طويل، عندنا محمد هنيدي واحمد حلمي واللي هم الكوميديانات. هنيدي واحمد حلمي اللي هم مسيطرين على فكره الافلام. تمام. قعدنا فتره ما لقيناش حد يقوم ببطوله فيلم سينمائي او يقوم ببطوله مسلسل غير لما ظهر اللي اسمه طه دسوقي والولد اللي اسمه عصام عمر. ماشي، بس لا قبل دول برضو لو احنا هنتكلم عن الكوميديانات لا في شيكو واحمد فهمي وهشام ماجد، يعني لا في مجموعه. المجموعه دي كويسه بس انا عشان بس يعني دول عملوا لا فعلا حاجه مهمه. لا معاكي حق، بس انا اللي كانوا مسيطرين على الساحه في الفتره اللي فاتت علي ربيع ومحمد عبد الرحمن اللي هو توته ومصطفى خاطر بالزبط. وخدوا فرص كتيره سواء في الافلام او في المسلسلات. بس يعني مش ما عندهمش يعني مش بقوه هنيدي وحلمي في الاجيال السابقه. لا ده جيل وده جيل وكوميديا مختلفه برضه. بصي الحاجه بقى اللي تضايقك ان واحد بحجم احمد مكي يقعد 13 سنه ما يعملش سينما، وكمان وبيعمل تلفزيون بيكرر. طب احمد مكي ده راجل. ايه المشكله ان احنا نزعل ان احنا عندنا الكبير مثلا؟ طب ايه يعني مثلا راجل وست ستات، ما هو قعد 10 مواسم. فليه برضو مكي لو الناس خلاص اكني زي الفوازير مثلا اتعودنا ان هي تكون موجوده مثلا في رمضان، ليه ما يكونش برضو كبير قوي؟ هقول يعني برضو حاجه من يعني مظاهر رمضان. فهمت قصدك. بصي كان في مسلسل اسمه بتاع هشام ماجد اشغال شقه. المخرج خالد دياب والكاتبه شيرين، وهو كمان مع شيرين دياب وخالد دياب. خلاص هم بيعيدوا فكره صباح الخير يا زوجتي العزيزه، فيلم صلاح ذو الفقار ونيلي بالظبط. بس عملوا ايه بقى؟ كانوا بيدخلوا كل يوم في حلقه دم جديد ينعش. يعني انعام سالوسة، انتصار ورحمه احمد كلهم عملوا خلاص. فده ادى انعاش. وكمان الميزه في الكتابه بتاعتهم انها معتمده على المواقف. هايل. لا في افيهات ولا في مش عارفه ايه ولا الحاجه بوقتها ولا الكلام ده، يعني السيناريو مكتوب حلو. تمام. احمد مكي كان وصل للذروه لما البنت اللي اسمها رحمه دي دخلت في الجزء السادس. فرحمه دي بنت موهوبه، وادى التجديد ان ايه النائر والنقير بينها وبين جوزها ومش عارفه ايه، فمشي مع الناس. تمام. ما ينفعش اكرر تاني نفس الفكره في الجزء اللي بعده السابع بقى والثامن. ما ينفعش اكرر خلاص. الافيه خلاص والضحكه خلصت. فما ينفعش، كان لازم يا اما يبقى فيه تجديد لكن تكرار تاني. عشان كده الدنيا عشان كده ما حدش عجبه احمد مكي حتى من الناس العاديين السنه دي. وانت بتبقي زعلانه لان ده بيفهم كويس قوي وذكي قوي وبيكتب وبيخرج وبيغني وبيعمل. وبعدين بقى له 13 سنه بعيد عن السينما برضو كتير. بس الجزء ده والله كان حلو، يعني لو كنا ادينا له فرصه. انا اديته فرصه بصراحه، انا عجبني. يعني بصي شيء طبيعي. وده عجبك خلاص. بصي شيء طبيعي ان مش كل الحلقات هتبقى عاليه قوي، بس كانت في حلقات كانت قويه برضو والله. يعني وجود بس مكي كده وسلامه على الشاشه، عارفه ما اعرفش، بحس يعني نوستالجيا، فليهم معزه عندي. طيب لو احنا اتكلمنا عن هشام ماجد واشغال شقه و15 حلقه خلصوا من هنا، دخلنا على شيكو ب15 حلقه تانيين هو وكريم محمود عبد العزيز. رايك ايه بقى في الكوميديا اللي كانت في خالد نور وولده خالد نور؟ هل كانت بنفس قوه اشغال شقه ولا بصي انا هقول لك ايه المشكله اللي كانت في المسلسل ده؟ انا هقول لك المشكله عند كريم محمود عبد العزيز وعند محمد عادل امام.
ايه المشكله؟ ان الناس طول الوقت شايفين ان ده واخد روح محمود عبد العزيز وده واخد روح عادل امام. بس هم ما لهمش ذنب، لان نمره واحد دي جينات. نمره اتنين يعني عاشوا في وسطيهم. صح بابا. بس عندهم بقى مأزق. على قد ما هم يعني اتمهدت نجوميتهم، يعني محمود ساعد كريم وعادل ساعد محمد كان بيجيبه في مسلسلاته، لكن عشان يخرجوا من عباية قامات زي كبيرة دي طبعا. دي بالنسبة لهم محتاجة خبرة ومحتاجة وقت ومحتاجة كذا. فهي بس المسلسل كان لذيذ وكان بيضحك، بس هي الناس طول الوقت يقول لك ايه ده بيقلد محمود، ده بيقلد عادل امام. يا جماعه ما هو طبيعي، جينات ابنه. اذا كنا احنا بنقلد عادل امام. لا بس هل المشكله كانت في المسلسل؟ انا بصراحه يعني الناس ما كانتش بتتكلم عن كريم او عن لا عن ده انا دخلت مره، اعتقد الناس كانت بتتكلم على ايقاع المسلسل. لا ده انا دخلت مره مركز طبي ولقيت بنات كده مرصوصين وقاعدين، وانت عارفه دايما الصحفي يحب يسمع بقى الارض يبقى على الارض. لقيت واحده بقول لها كانت بتتفرج على كريم وكانت بتضحك، فبقول لها عاجبك؟ قالت لي ايوه بيفكرني بمحمود عبد العزيز. طب حلو مش وحش. لا بس لا انا بشوف برضو ان كريم يعني تطور طبعا يعني من الممثلين. فكره ان انا عندي ممثل بيتطور، انا بشوف ان دي حاجه تحسب له بصراحه. أكيد. يعني مش ان انا وقفت بس عند شهره. لا هم نجوم كبار والدي يا بنتي، هم نجوم كبار بدليل بتتعمل لهم مسلسلات باسمهم طبعا. وبتعمل لهم افلام باسمهم. انا بس بقول للناس يعني ايه، خليكوا رحيمين عليهم، ادوهم فرصه عشان يعرفوا يخرجوا. عبايتهم جامده، يعني عبايه عادل امام دي جامده عشان حد يخرج منها. صحيح. ويستقل، دي محتاجه وقت. طيب فكره ان احنا عندنا 15 كتيره السنه دي في مسلسلات، وان شاء الله السنه الجايه هيبقى عشرات وسبعات، انا متوقعه كده. طيب هل ده هيدي فرصه للمسلسلات كلها ولا الناس هتزهق؟ يعني فكره ان انا بتابع هنا وبتابع هنا وبتابع هنا، فتحسي ان انت تشبعتي وما عندكيش وقت لمتابعه كل الاعمال دي. لا بصي، لا بالعكس، انا شايفه ان الناس كرهت موضوع 30 حلقه. ملل بقى، ملل. وبعدين على فكره يعني هم مش يعني ما اخترعوش الذره، كان رأفت الهجان 13 حلقه. صحيح. ده شغل التلفزيون المصري عشان متعصبه. كان 13 حلقه. لا الناس كتير قوي انك انت تقعدي 30 حلقه. يعني مثلا مسلسل بحجم الحشاشين، ايوه فيه افكار وفي وجهه نظر وفي حروب وفي في احداث. لكن الناس بعد ما طلعت المنصات ابتدى على فكره الناس هي اللي بتقود، مش الفنانين اللي بيقودوا. يعني الناس هي اللي بتقود. شافوهم يعني انا اشوف جمهوري عايز ايه واعمله. فهم خلاص. يعني السنه دي بقى في 15. انا بقول لك من دلوقتي، ورمضان اللي جاي وربنا يديكي طولة العمر ويديني، هتلاقي فيه 10 حلقات وهترجع فكره السباعيه. مش هتبقى الثلاثينات دي هتبتدي تخف. هي موجوده بالفعل بس على المنصات، لكن انها تكون موجوده على شاشه التلفزيون وفي رمضان بصراحه جرأه ان انا اشوف بس 7 حلقات ومش عارفين نكمل باقي الشهر بايه. هيبقى السنه الجايه كده وهتشوفي. هتبقى فكره السباعيه وفكره ال 13 حلقه وال10 حلقات وال15 حلقه هتلاقيها في رمضان اللي جاي. طيب فكره ان احنا نشوف ابطال زي داش وزي عصام عمر زي ما حضرتك قلتي وسلمى ابو ضيف، ان هم اللي بيقوموا ببطوله اعمال، ده بقى فكر متجدد ولا الميزانيه لم تسمح الا بالنجوم اللي لسه في البدايه ما عندهمش مطالب كتيره؟ ده انت تفرحي ان بقى ناس في السن ده وقاموا بالادوار دي، تفرحي. يعني ما بقتش القصه على النجوم الكبار يا اما مش هنشوف. صحيح. ده يخليكي تنبسطي ان في اجيال جديده. يعني سلمى ابو ضيف دي على فكره عايزه اقول لك على سر، انا كنت في الاول مركزه معاها وفاكره انها هتقلد منى زكي. اشمعنى منى زكي؟ عشان دي يعني الايدل اللي كلهم بيقلدوها. دي رئيسه جمهوريه التمثيل في الستات، يعني كلهم حاطين منى زكي. لقيتها البنت ما بتقلدهاش خالص، واخده اتجاه لوحدها في طريقه الاداء. فانت تنبسطي قوي من واحد زي عصام عمر، وتنبسطي من احمد داش، وتنبسطي من سلوى ابو ضيف ان هم قاموا بالمسلسلات ديت. لا واللي كانوا اخوات سلمى كمان كانوا هايلين. يعني ليلى زاهر كانت هايله، فرح اللي كانت اختها الكبيره كمان هايله. يعني كله لفت يعني الانظار يعني بصراحه في المسلسل.
بيبقى في بقى اللي هي المسلسلات اللي هي الشعبيه. خلاص، اللي احنا بنقعد احنا كنقاد نقول ايه، مفيش منطق درامي للموضوع، بس بتلاقي عليها نسبه مشاهده عاليه. طب هو لازم يعني يكون عندي بطل شعبي؟ لازم، عشان خاطر الناس. بصي بصراحه ده بعد 2011 عنف، يعني انت شايفه عنف برضه؟ شايفه ان الناس بقت حابه العنف، الا ما كانتش الحاجات دي نجحت. يعني لو تاخدي بالك من اللي عمله محمد رمضان، وتاخدي بالك واللي عمله مع عمرو سعد، كل المسلسلات الشعبيه دي لازم بتلاقي فيها ضرب وتكسير، وهو يقوم البطل مكسر كل الدنيا اللي قدامه. فلو بقى بس ده في السينما عشان ما نظلمهمش من قبل 2011 ومن قبل رمضان. يعني مثلا لو خدنا جيل السقا، يعني شفنا ابراهيم الابيض الفيلم من اوله لاخره تذبيح وقتل وناس بتحرق في بعض وصعب قوي. انا يوميها والله العظيم خرجت من الفيلم ده عندي اكتئاب، وكتبت مقاله في روزا اليوسف، قلت مطاوي وسكاكين في قلب السينما المصريه. وحيد حامد، تخيلي من كتر ما الفيلم ده يعني عارفه عمل لي صدمه. وحيد حامد زعل مني عشان مروان ابنه، عشان مروان بس صالحته طبعا، ما اقدرش على زعله، بس فيلم مش ممكن. ده يعني ايه كميه. هل العنف اللي كان في السينما في الفتره اللي هي في الالفينات دي، هل هو اللي نقل العنف للدراما التلفزيونيه خلاها سهله ان احنا نشوفه؟ انا زي ما بقول لك شايفه ان الناس حابه تشوف ده، حابه تشوف يعني واحد قاعد غلبان شاف قدامه البطل بيتجوز 4، فهو نفسه يعمل كده. هو نفسه يتجوز واحدة. وبعدين بيكسب فلوس كتيرة وهو من تحت الصفر. يعني فيبقى عارفة يعني بيشوف في ناس او نفسه يبقى كده. وانه لو وقف في الحارة يضربهم كلهم وهو يبقى ما حصلش. يعني بتهيألي دي بتبقى في بعض الشخصيات، ما احنا 110 مليون، كتير ما شاء الله. فهتلاقي في بعض الشخصيات حابة تشوف ده، لان ده بالنسبة لها بيحقق حاجه جواها هم نفسهم فيها. بس انا السنه دي اللي عجبني قوي طبعا احمد السقا عنده كاريزما ونجم كبير. ده العتاوله بقى، في العتاوله طارق لطفي طارق لطفي عمل دور بعمق شديد. باسم السمره ده يعني مش ممكن. اصل هايل يعني، هايل. وطارق لطفي كمان هايل بصراحه. وكمان عجبني في الشعبي احمد العوضي. كان المسلسل بتاع لا كان اسمه ايه العوضي؟ كان عرب. حق عرب. حق عرب. حق عرب. حق عرب كان من اخراج فاروق اسماعيل فاروق. طب كان حلو قوي قوي. ايه بقى السبب ان يعني ايه لما محمد رمضان بيقدم الحاجات دي الناس كلها ايه بيقدم عنف ومحمد رمضان يجي ممثلين تانيين يقدموا ده، مصطفى شعبان، عوضي، سقا، وطبعا الفنانين اللي معاه كلهم عادي، اشمعنى محمد رمضان هو اللي لما بيقدم حاجه ما بتبقاش عادي؟ بصي المنطقه الشعبيه فيها الشبه اللي بيعمله محمد رمضان، وفيها شخصيات تانية شبه العوضي، وفيها شخصيات تالتة شبه احمد السقا. يعني لا انا اقصد النقاد بييجوا على محمد رمضان قوي وما بيجوش على باقي النجوم. لا هي عشان كانت فكره العنف كانت جامده قوي. شغل السكاكين والمطاوي والبتاع ده، فكره العنف دي جامده قوي، وخصوصا لما تبقى في التلفزيون، وكمان في شهر رمضان اللي هو شهر التسامح. يعني ده اللي بيعمل صدمه للناس. هي الفكره ازاي انت ازاي المخرج بيتعامل مع العنف اللي موجود في الروايه. تمام. طيب نتكلم على النجوم اللي احنا متعودين او مستنيين دايما اعمالهم، اللي هو مثلا دكتور يحيى الفخراني، غادة عبد الرازق، يعني طب اقول الرياكشن اللي انت عملتيه نغير الكلام عن الموضوع. يسرا اللي بنستناها، يعني هل في اجيال جديده ممكن ان هي هتاخد يعني مكانهم، ولا احنا برضو لا بنحب اعمالهم؟ لا بصي، الدكتور يحيى الفخراني دوت يعني ده ملك الاحساس. صحيح. ويعني قدم لنا كتير قوي قوي، فيعني ما يجراش حاجه لما حاجه المره دي كده ما تبقاش، يعني هو قيمته اعلى بكتير من اللي هو قدمه. بس يحيى الفخراني ده يعني ده من ليالي الحلميه، يعني شال على كتافه الدراما المصريه. صحيح. وعمل شغل كتير. غادة عبد الرازق
انا وجهة نظري الشخصية مم. ان طريقة التمثيل اللي هي بتمثل بيها خلصت. مم. بقى في تطور في الاداء. مم. يعني شغل الزعيق وان انا اعمل نفسي ان انا طبيعية وبمثل، قال يعني انا بمثل طبيعي فانا مش مصدقاكي، فبيطلع الموضوع فيك. اه فغادة نجمة كبيرة، وكانت في وقت من الأوقات أهم نجمة في رمضان لو صحيح. تفتكري. اه بس لازم يغيروا من طريقة الأداء. حكاية حياة ومع سبق الإصرار وأعمال طريقة كتير الأداء دي اتغيرت. تتغير. طريقة الأداء طب طريقة دلوقتي الأداء دي راجعة للممثل ولا للمخرج؟ طبعا في مخرج طبعا لازم، والممثل لازم يطور من نفسه. مم. يعني ما بقاش دلوقتي الزعيق والصريخ بياخد. بقت الدنيا دلوقتي ايه اهدى مم. بكتير. تمام. لان انت ممكن تعملي انفعالات كتيره. اصل سهل قوي انك انت تزعقي، مم. لكن صعب جدا انك انت تحسي وتقولي الجمله. مم. يعني الزعيق مش ما فيش اسهل منه. انت ممكن تزعقي دلوقتي معلش اقول لك حاجه. بلاش بلاش. طب هنيجي نعمل افوكاتو، فراحوا قالوا محمد سامي عايز يعمل ايه، يعني اكنه بيعمل محمد رمضان بس ايه النسخه النسائيه. لاحظت حاجه برضو غريبه جدا، اول كام حلقه من نعمل افوكاتو الناس احنا منبهرين وبرافو يا مي وبرافو برافو، عارفه برافوهات كتيره جدا. بعد كده لما المسلسل استمر لقيت لك بقى الناس ايه ده، هو المسلسل مش 15 حلقه، ايه ده هو احنا لسه مكملين، ايه يا جماعه اللي بيحصل ده، وبدا المسلسل ما يعجبش الناس. ايه اللي حصل يعني، ازاي ان انا شديت الناس اول 3 4 حلقات ولا 5 حلقات وبعد كده الموضوع بقى لا، الموضوع بدا يبقى بقى الناس يعني يبقى في حاجات فيها سخريه شويه على المسلسل والاحداث اللي بتحصل فيه. بصي عمر ما مي عمر هتبقى محمد رمضان الستات. لان محمد رمضان موهوب. اه مي عمر اقل موهبه خلاص. من حق بصي، انا شايفه محمد سامي ده مذاكر حسن الامام. يعني نفس عارفه المدرسه. مذاكر حسن الامام قوي. اه يعني عارفه كانت افلام حسن امام كانت تاخد مع الجمهور، وواحده يتيمه واهلها ضربوها وطردوها من البيت ومش عارفه ايه. فمحمد سامي عنده القدره على انه يشد المشاهد. انت كناقده بتشوفي ان مفيش منطق درامي للي هو بيعمله، بس الناس مبسوطه. هتعملي ايه؟ يعني كام حركه كام حاجه كده، وبعدين عمال يعمل لها كلوزات لدرجه ما شفتش الديكور. يعني مش للدرجه دي. حلوه بقى، لا عايزه ابين. يعني انت يا سيدي والله العظيم احنا فرحانين انك انت بتحبها. بس يعني في الفن في حاجات، يعني في يعني ما انت بتضرها كده. انت كده بتضرها، بتديها اكبر من طاقتها. ف يعني في ناس تحسي ان ان انا لما اكون ان انا الدور التاني بعد البطل، او ان انا اكون المسلسل مش باسمي بس انا عملت دور كسر الدنيا، ده احسن لي من لما يقولوا المسلسل بطولتي وما سمعش. وممكن الحالات دي نشوفها زي مي عمر لما كانت بتقف مثلا قدام محمد رمضان، او ياسر جلال السنه اللي فاتت، او مثلا زي روجينا مثلا في مسلسل البرنس. الناس كانت بتتكلم عن روجينا اكتر ما كانت بتتكلم عن محمد رمضان. لما جت قدمت هي بقى ادوار البطوله، لا بصي بعد اذنك، لا بصي هل حققت نفس النجاح؟ لا روجينا ممثله قويه. قويه. انا هقول لك بس هل كل ممثل قوي يعمل بطوله؟ دي بقى، ما هو ده بقى الكاريزما، وده القبول، وده ربنا اللي احنا ملناش دعوه بيه. ده اللي يقول لك احمد السقا ده نجم وعنده كاريزما، كريم عبد العزيز نجم وعنده كاريزما، وتشوفي طارق لطفي، شريف منير، فتحي عبد الوهاب، باسم السمره. يعني جربوا يعملوا ده في اعظم من ماجد الكدواني. فدي بصي ده شباك التذاكر ده والكاريزما دي، ده موضوع بتاع ربنا ملناش اي علاقه بيه. ده فكره القبول. تمام. مش بالعافيه بقى. انت ما دام انت في منطقه اشتغل في منطقتك. تمام. يعني مش هنقعد نعيد تاني ونقول لك ان مثلا زمان كنت تتفرجي على الفيلم فاكره انك انت هتخشي لاحمد رمزي، تخرجي بعبد السلام النابلسي وبزينات صدقي وعبد الفتاح القصري. ايوه. دي بصي التوزيع ده اللي انت بتكلمي عليه، اللي هو نجم شباك او ممثل درجه تانية. او بالعكس، ده انا عايزه اقول لك بيبقوا رمانه الميزان. صح. وهم اللي بيوزنوا. يعني رياض الخولي ده السنه دي كان عامل دور، والله كنت حاسه انه هيبقى بعد شويه زكي رستم.
كان عامل دور هايل في حق عرب، وكان رمانة ميزان للموضوع، وكان يعني مدي تقل للموضوع. وفي جزيرة غمام مثلا لو اتكلمنا، فاكرة؟ كان هايل، كان هايل. كان وطارق لطفي كمان كان في جزيرة غمام هايل برضه، يعني كان معاه احمد امين، كان حلو ورائع طبعا اكيد وجديد على احمد امين، بس برضه طارق لطفي كان في الحتة بتاعته دي كان منور قوي. فانت فكرة البطولات الجماعية لنوعية معينة من الممثلين ده بقى ما تقدريش، بصي لو قعدتي تعملي اللي فاكرة زمان رمسيس نجيب عمل للبنى عبد العزيز اللي ما يعمل. وفي الاخر لو بس بطلة برضه. لا بس كانت شادية وهند رستم يعني كانوا اقوى. يعني بصي مش بالعافية، مفيش حاجة بالعافية، الفن ده مش بالعافية. طيب عندنا أمير كرارة نجم رمضان كل سنة، السنة دي بعد بقى عن باشا مصر ونوعية الأدوار اللي احنا متعودين نشوف فيها كرارة. هل خد حقه يعني، ولا يعني المسلسلات الكتير وكان في حاجات أقوى مثلا أو شدت الجمهور أكتر، فبيت الرفاعي برضو ما سمعش قوي مع الناس، ولا السوشيال ميديا ملهاش علاقة بأرض الواقع والناس اتفرجت على ايه؟ أمير كرارة كأنه ما جاش السنة دي. أمير كرارة أحلى حاجة عملها الاختيار، وبعد كده اختياراته ما كانتش موفقة. لا يعني هو شاب لطيف وشكله حلو وتيب معين ونجم، بس اختياراته يعني الاختيار ده كانت يعني رزق كده ولا هدية من ربنا ليه. صحيح. لأن الناس كلها كانت حابة شخصية المرحوم اسمه ايه؟ المنسي. المنسي الله يرحمه. فربنا بعتها له. لو تشوفي من بعد الاختيار ما فيش حاجة بنفس القوة. لا. طيب نروح لياسر جلال. وياسر جلال بصي بقى ده اللي تركيبة بصراحة يعني مختلفة. ياسر جلال قعد سنين طويلة ما بيقومش بأدوار البطولة، ولما أخد دور البطولة قدر بقى ان عارفة يقعد وترستق. وبعدين بعد ما قدم في الاختيار شخصية طبعا سيادة الرئيس، الناس توقعت ان هو ممكن اللي بعد كده يعني عارفة هيبقى مش بنفس القوة وهيبقى صعب. ممكن هو فاجئهم ورجع بحاجة تانية رومانسية و15 حلقة وكسر المود تماما، والسنة دي عمل لنا بقى جودر. انت رأيك ايه؟ انه شاطر، انه بيغير، دي جرأة. بتعملي شخصية الريس وقبل كده بتعملي الفتوة ومش عارفة بتعملي ايه. الفتوة كمان كان مسلسل حلو قوي. يعني هو شاطر انه بيعرف يغير وبيلون. فكرة ان الممثل يفضل يعمل كاركتر واحد طول الوقت دي مش شطارة. فياسر جلال يعني هل ده منه ولا الجهة المنتجة هي اللي انت السنة دي كذا، انت السنة دي كذا؟ اكيد هو بيبقى له دور بيختار، واكيد بيبقى يعني ياسر تعب. ده انا بتفرج على حمادة عزه كان ياسر وقتها كان موجود، كان طالع بدور يعني ال 14 مثلا. طالع بدور ابنه اللي مش معاه على طول. ابنه اللي مش معاه على طول. ففكرة ان هو يعني السنة دي اللي نفع ياسر الكاتب عظيم، والمخرج انور عبد المغيث عظيم، والمخرج اسلام خيري هايل اسلام كمان. والاول مره بقى هقول لك ان شركه الجرافيك اللي عملت الشغل دوت برضو عظيمه، بطله انها عملت دوت. فدي تعتبر وفي الاختيار كمان نفس يعني النوعيه دي من قصدي مش الاختيار، الحشاشين. يعني اقصد ان فكره الاعمال اللي بتحتاج حاجات فيها جرافيكس والحاجات دي يعني اكيد الشركه دي كمان بطله من الابطال. طبعا طبعا، لانه بيدي وخدي بالك بقى الحاجات دي بتتطور، يعني الاكشن بيتطور والجرافيك بيتطور، بقت دلوقتي في سرعه. فخالد ياسر جلال ربنا بجد بيحبه، وانا حابه فيه فكره التنوع، ان هو كل سنه بيعمل حاجه مختلفه عن السنه اللي قبلها. طيب مين اللي انت كنت مفتقداه السنه دي في رمضان وكان نفسك يكون موجود؟ يسرا. يسرا احنا كلنا بنحبها. يسرا. طب ما هو اخر مسلسل ليسرا اللي هو الف مبروك لا ما كانش حلو، ما كانش بالزبط. حلو، لا طبعا. لا ما كانش حلو. مش يسرا يعني اللي تعمل كده، اصل يسرا مش كوميديانه. فهي بس ممثله. بس جابت حواليها مجموعه من الناس، بس لا ما كانش، مش هي دي قيمتها. فانا اتمنى انا كمان نفسي اشوف الهام شاهين. ايوه يعني لاني فاكره وليلى علوي.
ليلى علوي موجوده سينما، بس دراما تلفزيونيه لا مش موجوده برضه. كان عودة روح اللي هي عملتها إلهام شاهين مع منة شلبي. أيوة. إخراج كاملة أبو ذكري. كاملة أبو ذكري ده كان من سنتين تقريبا. كان السنة اللي فاتت. لا مش السنة دي، السنة لا اللي مش فاتت. وكان منصة و10 حلقات بس ما شفناش بعد بس كده. شوفي تمثيل إلهام فيها كانت عاملة إزاي. فلا إلهام ممثلة جامدة جدا، فأكيد أنا افتقدت يسرا، افتقدت إلهام شاهين، وطبعا يعني العالم العربي كله افتقد عادل إمام. ده يعني ده اللي مفيش زيه. بصي اكيد ما فيش زيه، بس يعني احنا برضو بنتمنى ان هو يكون يعني اختياره مريحه، فبني ادم يعني بقى احنا اسعدنا سنين طويله جدا، ففكره ان هو خلاص بقى قرر ان هو يعني خلاص انا دي حياتي اللي انا مبسوط فيها، يعني يبارك له فيها. انا اقول لك رايي الشخصي، لو لقى ورق عدل هيبقى زي العفريت ويقف قدام الكاميرا. يا ريت، ده مصلحه ليه. فكره ان هو بصي الكتابه الكوميديه ما ضعيفه، ما عندناش كتاب كوميدي. يعني اخر واحد كان بيكتب كتابه كويسه كان يوسف معاطي. لكن شوفي العصر اللي فات كنت تلاقي فاروق صبري، وتلاقي مش عارفه ايه، تلاقي ناس كتيره كتاب كوميديانات. لكن دلوقتي ما فيش كتاب كوميديانات كويسين. احسن ناس كتبوا شيرين وخالد دياب اللي عملوا اشغال شقه. لكن احنا عندنا فراغ فظيع في الكتابه الكوميديه. نرجو السنه الجايه باذن الله زي ما شفنا كده مواهب طلعت على الشاشه، يعني بطلات وابطال، كمان يبقى في مواهب جديده في الكتابه الكوميدي، وترجع لنا تاني يسرا والهام شاهين وليلى علوي كلهم ان شاء الله. نورتيني يا استاذه. شكرا. ميرسي لوجود حضرتك معانا، واكيد لينا لقاءات تانيه كتير باذن الله. ان شاء الله. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده. السلام عليكم.